قال: فإذا صلى الناس العشاء صدروا عن 3 منازل. نعم، الناس إذا صلوا العشاء ينقسمون إلى 3 أقسام: غارم وغانم وسالم. غارم أعظم الغرم، يتحمل ذنوبا، وغانم يكتسب أجورا، وسالم ينام لا يفعل ذنبا ولا يفعل خيرا. فالناس كلهم ولا بد إذا صلوا العشاء فإنهم ينقسمون إلى هذه الأقسام ال3. والعاقل يعرض نفسه عليها ثم يحرص على أن يكون من أهل الغنم، فإن لم يكن من أهل الغنم فلا أقل من أن يكون من أهل السلامة. منهم من عليه ولا له، هذا الغارم الذي يتحمل ذنوبا، ومنهم من له ولا عليه، هذا الغانم الذي يكتسب أجورا، ومنهم من لا له ولا عليه، هذا السالم. فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي فذلك عليه ولا له. رجل لما أظلم الليل وقل الناظر إليه قل حياؤه من ربه، فاغتنم تلك الظلمة وتلك الغفلة فركب فرسه في المعاصي، يعصي ربه سبحانه وتعالى غافلا عن كون الله عز وجل يراه ويسمعه سبحانه وتعالى، فعظمت مراقبته للناس وقلت مراقبته لله سبحانه وتعالى، فتحمل الآثام. واليوم يا قوم من الناس من إذا جاء الليل خلى بجواله، يضرب في المعاصي، يكتب البدع، يغرق في الشبهات، يتكلم مع النساء، فهذا عليه ولا له، وبئس الليل ليله. ومن له ولا عليه فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقام يصلي فذلك له ولا عليه. هذا الغانم الذي لما أظلم الليل وقل الناظر قام لله عز وجل، عظم إخلاصه لله، ما يهمه أن ينظر إليه الناس، بل اغتنم عدم نظر الناس، قام مخلصا لربه يصلي لله عز وجل. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن من أسباب مضاعفة الثواب العمل في وقت الغفلة، أن تعمل في وقت الغفلة هذا أعظم للثواب. والليل وقت غفلة، وقت غفلة. من الناس من يغفل عن ذكر الله بالمعاصي، ومن الناس من يغفل عن ذكر الله بالنوم. فإذا قام الإنسان يصلي لله مخلصا لله فإن ثوابه يضاعف وأجره يضاعف. ومن له ولا عليه فرجل صلى أي العشاء ثم نام فذلك لا له ولا عليه، أي من ليله، أي من ليله، هذا سالم. وإلا فمعلوم أن فضل الله واسع، فالعبد لو صلى العشاء في جماعة ثم نام ثم صلى الفجر في جماعة كان كأنما قام الليل، هذا فضل الله واسع. لكن من جهة العمل هو في هذا سالم، لا أخذ شيئا عليه ولا عمل شيئا يثاب عليه. كذلك تقدم معنا يا إخوة أن الإنسان إذا نام وهو عاقد قلبه على أن يقوم ليصلي من الليل فنام حتى أصبح يكتب له ما نوى. لكن من جهة ذات العمل ما بين العشاء والفجر الإنسان إذا نام هو ما أتى بعمل في الحقيقة، فهو سالم، لا فعل شرا يحمل به وزرا ولا فعل خيرا يكتسب به ثوابا.